تعرفوا في بوبو جاي الطريق هلا. هاي بلشت اغراضها طبعا ما شاء الله، حتى هدول اغراضها بلشت اغراضها تحتل المكان. الاستعدادات النهائية للوليد ونور لاستقبال ابنتهما الأولى. السلام عليكم ورحمة الله. نشر الوليد ونور على حساباتهم الرسمية هذه التفاصيل عن الاستعدادات النهائية لاستقبال مولودتهما الأولى خلال الأيام القادمة إن شاء الله. وظهر الوليد مقدار هو ونور وهم يقوموا باستقبال بعض العمال في بيتهم لتحويل غرفة وليد التي بها كل أغراض المونتاج الخاصة به إلى غرفة للبيبي. كما انتهت نور من شراء كافة الأغراض المتعلقة باستقبال البيبي الجديد خلال الأيام القادمة. وجدير بالذكر بأن نور مقداد خرجت على حسابها الرسمي منذ أكثر من شهرين تقريبا وأعلنت أنها حامل في الشهر السادس. بالتالي وبناء على هذا الكلام فمن المفترض أن يكون شهر ولادة نور مقداد إن شاء الله هو شهر ديسمبر القادم أو أوائل شهر يناير. سؤال الجمهور الأكثر تكرارا: ما هو موعد ولادة نور مقداد؟ السلام عليكم ورحمة الله. أجابت نور مقداد على سؤال الجمهور الأكثر تكرارا عليها وهو بأي شهر الحين، فأجابت نور مقداد إنها الآن في الشهر السادس. وبناء على هذا الكلام فإن نور مقداد من المقرر أن يكون شهر ولادتها إن شاء الله شهر ديسمبر القادم. اللهم تمم لها على خير وأن يرزقها الله الذرية الصالحة هي والوليد. وجدير بالذكر بأن نور مقداد أجابت على سؤال آخر من الجمهور وهو في أي مكان سوف تولدين إن شاء الله. أجابت نور بأنها إن شاء الله من المقرر أن يكون مكان ولادتها في دولة الكويت حيث محل إقامة أهلها، لأنها ترغب بأن يكون أهلها إلى جانبها. خالته مروة الله يسامحها. نور مقداد تفاجأ الجمهور بهذا الخبر. السلام عليكم ورحمة الله. فاجأت نور مقداد الجمهور بعد إعلانهم أنها حامل ببنت في حفل كبير جدا قاموا نشره على قناتهم الرسمية على يوتيوب منذ أكثر من يومين، وحصل أكثر من 3 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة. انه هي كانت 3 أسابيع بتعرف قبل لا احنا نعرف، لانه فاجأت الجمهور وقالت بأن حماتها مروة حماد كانت تعرف أن جنس البيبي بنت قبل كل العائلة بحوالي 3 أسابيع، وذلك من خلال تحليل الكروموزومات التي قامت به نور مقداد في أسبوعها العاشر من الحمل، والتي أرفقت معه نور رقم تليفون حماتها مروة حماد، لذا فقد علمت جنس الجنين قبلهم جميعا، واحتفظت بهذا السر لنفسها مروة حماد ولم تقوم بإعلام أي أحد من العائلة كي يتفاجئوا جميعا بحفل جنس البيبي أول أمس. متابعينا، خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.